السلام عليكم. درس تاع اليوم شتا يقول باللي كي نكون نلعب في المطرق مع صاحبي ونكون راح نهبط من الجزء العلوي تاع الجسم الى الجزء السفلي ولا الجزء الاوسط تاع الجسم تاعي. مثلا نكون نلعبو زود راس وراس وزوج نصاص. شوفوا راني نضرب بالفوق زوج طروش راس، ممكن ما يقدرش يرد لي، بصح لو كان كي نضربها راس ونجي هابط للنص لتحت اكيد راح يرد لي. علاه يرد لي خاطرش راح نبدل من الجزء العلوي للجزء السفلي. صافي راني راح نكشف منطقه من الجسم تاعي، ولا راح نبدل الطريقه تاع التبليعه تاعي. خلاص باسكو نكون في الجزء العلوي نكون نبلع المطرق واقف، ولا هبطت لتحت، كي نهبط لتحت للنص راح نبلع هكا بهذه الطريقه، المطرق يكون صاد لتحت ويدي الفوق. خلاص على ذيك هو راح يقدر يضربني. على ذيك لازم يكون عندك واحد الطرق كيف تنتقل من الجزء العلوي للجزء السفلي. لازم تكون عندك طريقة تاع تبليع، انا ذاكرينها في الدروس كيف ننتقل من الجزء العلوي للجزء السفلي باه ما يضربنيش. واذا كنت تلعب مع خصم ما يديرش حسابه لهذا ليفيتيليتي، هذا الصوالح الصغار، راح يجيك ساهل باه تضربه. خلاص انني رديتها صغير نشوفه رايح يهبط لتحت نخبطه للوجه، نضربو يجيني فاصل مون رايح نضربو، ولا كي ندير راسها كي جا هابط نضربو راسو، يجيني ساهل باه نضربو. عليك شغل لي هو ما يديرش حسابو باللي يا ودي انت كي تضربها راس وراح ديرها هاك المطرق راح تعري على وجهك، خاطرش كاين طريقه كيف ننتقل هاك وهاك، ولا كاين اللي يضرب هاك وبعد يدير هاك ويضرب، راه معري على وجهه صافي يدير تجيك ساهل باه يضربك. على هذو الصوالح لازم تردوا بالكم ليهم. خلاص كي نجي ننتقل من جزء لجزء لازم ندير حسابي، نشوف الطريقة المثلى اللي تخرج ليا باه نبلع باه ما يضربنيش. هذا هو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.